لجنه يعني لا كوميسيون ديسيبلين، لان لما تشوف القرار الذي اتخذ في حق عادل عمروش في يعني ظرف وجيز ووجيز جدا. اليوم ما حدثت اشياء خطيره. بالك اللي ما يعرفش، يعني انا تابعت وقريت كثير حتى اقوال اللاعب مبامبا اللي يلعب في اولمبيك مارسيليا، اللاعب الكونغولي. لما اليوم قال لك يعني انا الذي ادهشني الاكثر يعني باش تشوف اللوبي الصهيوني الخطير، حتى الصوت يعني قطع لان المدرب المغربي للاسف احنا يعني نتاسفوا لهذا راح نقول لك يعني ماشي الحادثه الحق، يعني لاشياء قال هو الشجار بدا بين الركراكي ومدافع المنتخب الكونغو. ولكن وعلاش بدا الشجار؟ لان لا توني دي بروبو راسيست على ليغار دو مبامبا. ومبامبا قال لك يعني انا عندي، قال لك المقطع، قال لك وراح نخرجوا في الوقت المناسب. قال لك انا يعني ما ادهشه لماذا يعني قطعوا الصوت، لان عباك على خط التماس يكونوا الميكروفونات سي سكون ابل يعني دي ميكرو سبيسيال راماسور، لا يعيطوا لهم دي ميكرو سبيسيو راماسور 200 عباك باش ولذلك قال لك وعلاش قطعوا الصوت باش الناس ما تسمعش واش قال له يعني الركراكي. ولذلك انا حبيت هذا حنا دوكا يعني ما عندنا حتى دخل، الله يسهل عليهم، ولكن حبيت لا كوميسيون ديسيبلين تحل يعني هل ستقيس بنفس المكيال؟ نعم، هل ستقيس؟ هل حتحل يونكات؟ هل يعني يكونوا تبعيات لهذه الحوادث؟ لان هذه الحوادث استمرت داخل غرف تغيير الملابس، وشفنا حتى الحقير يعني مشاو بائع المخدرات مشى الى غرف تغيير الملابس باش تشوف باللي هنا كاين الكيل بمكيالين. والله لو تستمر هذه كاس افريقيا بهذا المنوال، انا نظن لو تستمر يعني هكذا نتمنى ان يعني تجل المنتخبات الديكلار فورفي وتحبس، لان اذا حبوا يمدوها المنتخب ما ولا ايفول فوسي لا كومبيتيسيون بهذا النوع يعني من الكولسه خلاص يعني يقولوا لنا اللي منحبوا كيما الجوائز، حبوا يمدوهم لبعض يعني اللاعبين والبلد هذاك مدوهم خلاص. قولوا لنا هاد كاس افريقيا الناس تولي لاعبين يولوا للانديه، مدوها لكاش بلد. قال حبيتوا تمدوها للبلد تاع المخدرات مدوها لهم والسلام عليكم وخلاص ونحبسوا. مع احترامنا طبعا للشعب المغربي. الشعب المغربي نتحدث عن من زاويه اخرى. احنا نتكلموا على المخزن. ونشكر قناه النهار اللي دارت يعني روبورتاج قبل بدايه هذه الحصه وبينت، لان عباك الاخ حسام والله ما ناش نهضروا من العدم. لو الناس طالع، انا كنت عندي الحظ طالعت على بعض يعني دي رابور هكذا لي واش هاد المخزن المغربي واش يعمل في الكواليس وفي الخفاء، ليس الا في الرياضه ضد الجزائر. لو تعلم وتقرا يعني الاشياء التي تحاك، انا من قبل والله تقدر تقول بالك لان عباك سكون ابل بالفرنسي لا تيوري دو كومبلو. ان سيرتان مومون تقدر تقول بالك هذه المؤامره ما كاش منها لا والله مؤامره حقيقيه ليست الا على المنتخب الوطني. واليوم انفضحت والناس مع مرور الوقت راح تشوف حتى كاين يعني بعض من يعني السكان في المغرب نقول لهم ان شاء الله ما يدخلوش، لان في الاونه الاخيره حنا الشعب المغربي دائما ما اون لا ميد كوتي سي ان بوبل فرار، يعني الشعب كما نقولوا احنا يعني كاين الاخوه سامحني، كاين البعض لما يعني يمشوا وتشوف كيف يفرحوا لما يتسجل الاهداف ضد المنتخب الجزائري، باش تشوف لي اي سون تران دون دوكريني مام يعني اون بارتي تاع الشعب تاعهم حبوا يلصقوا لهم هذه الحقد والكراهيه.